الفنانة الراحلة إحسان شريف الشهيرة ببنت سلطح باشا، زي ما كان بيناديها النجم يوسف وهبي في فيلم إشاعة حب مع النجم عمر الشريف. ميزت بتجسيد الأدوار الأرستقراطية واتجوزت من الفنان الكبير زكي طليمان. شاركت في العديد من المسرحيات. منحها الرئيس السادات معاش 100 جنيه. أصابها مرض السكر في نهاية حياتها، لكن احتياجها للمال وحبها للفن جعلها تمثل حتى آخر يوم في حياتها. إنها مثلت وهي قاعدة، اضطرت لتدريس التمثيل بأجر بسبب ضيق الحال. على الرغم من أرستقراطية إحسان شريف في أدوارها، لكنها كانت من أسرة متوسطة بتعشق الفن والتمثيل. اتولدت الفنانة إحسان شريف في 15 من مايو سنة 1921 في حلوان. بدأت حياتها الفنية مع فرقة الهواة واكتشفها المخرج زكي طليمان، اللي اتجوزها بعد انفصاله عن زوجته الأولى الصحفية فاطمة اليوسف الشهيرة بروز اليوسف. اشتغلت مع فرقة الريحاني، ومنها اتنقلت لفرقة علي الكسار. وفي سنة 1947 انطلقت مسيرتها السينمائية بفيلم هدية، وقدمت العديد من الأدوار المميزة أبرزها فيلم أين عمري عن رواية إحسان عبد القدوس، والنمر الأسود وإشاعة حب والبوسطجي وصلاح الدين الأيوبي وأم العروسة ومضى قطار العمر والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي. وآخر أعمالها فيلم شهد الملكة مع الفنانة نادية الجندي. قدرت إن هي تخرج من عباية السيدة بنت الزوات وقدمت أدوار لسيدة بسيطة وفقيرة وغيرها من الأدوار، منها النمر الأسود والبوسطجي. وفي فترة السبعينات وتحديدا عام 1976 وخلال تولي رشاد رشدي رئاسة أكاديمية الفنون، كان بينظم عيد للفن بحضور الرئيس السادات، اللي حرص على تكريم عدد من الفنانات وإعطائهم مبلغ مالي كمعاش شهري، ومنهم إحسان شريف، واللي حصلت على مبلغ 100 جنيه كمعاش. ولكن لم تستمر هذه المنحة سوى 3 أو 4 سنوات. وفي أيامها الأخيرة ظهرت ملامح العجز والشيخوخة على إحسان، وده اللي ظهر واضح خلال مشاهدها في فيلم النمر الأسود مع النجم أحمد زكي. كانت بتشتغل وهي مش قادرة تقف على رجليها، ده يعني انها عملت لاخر لحظة حتى تتلقى مقابل مادي، وده بسبب اصابتها بمرض السكر، واللي انهكها وجعلها قعيدة ولا تستطيع المشي في اخر اعمالها. اضطرت لتعليم العديد من النجمات المعروفين اللغة الاجنبية مثل الانجليزية والفرنسية، لانها كانت بتتقنها بشكل جيد بمقابل اجر، زي فاتن حمامة وشادية وماجدة وزبيدة ثروت وسعاد حسني ونجلاء فتحي ونورة، بالإضافة لاستعانة الفنان يوسف وهبي بها لتمصير بعض الروايات الفرنسية للغة العربية. وفضلت هكذا حتى توفت في 8 سبتمبر سنة 1985 بسبب مضاعفات مرض السكر، طريقة إرثا فني خالد بعد رحيلها. الله يرحمها ويرحم الجميع.